في مهني أؤدي واجبي المهني في نقل معاناة الناس، واليوم الناس وصلت فيهم العظم بخصوص الصحة والتعليم. واللي بغيت نقول للحكومة وأخلوش عندك يسحب لكم أنه الصمت ديالي غيحل مشكل وفشل الحكومة، حتى إلا سكت أنا يا رئيس الحكومة كيف باغي أنت ووزرائك فراه الوضعية ما غتصلحش بصمتي. ونحب نطمنك أيضا ما غاديش نسكت وغنستمر في عملي المهني. علاش؟ لسببين: هاد الناس اللي تيقين فيا ما غنبيعهمش، وثانيا ثقتي العاليه في الامن والقضاء اللي تعامل معايا اليوم بكل مهنيه واحترافيه. فغير طمن، انا كنخدم مهني وغنستمر في صف الشعب، وعمري نكون في صفك حتى ترجع انت تكون في صف الشعب. ديك الساعات نكون اول واحد يساندك، ولكن للاسف ما غديرهاش انت. السلام عليكم لكاع الناس اللي كيسولوا فيا وكيتصلوا بيا، شكرا جزيلا، شكرا على التضامن ديال جميع المغاربه. الحمد لله الان ساليت الاستماع ليا من طرف الضابطه القضائيه في المحمديه. اللي غنقول لكم هو انه بخصوص الاحتجاجات ديال 27 28 تم الاستماع ليا، والحمد لله فقط مجرد استماع وتلقون. تبارك الله عليكم. واسف الناس اللي ما كنجاوبهمش، غادي تسمحوا لي شويه، ما قدش نهضر في التليفون، غنمشي نرتاح شويه في الدار. شكرا جزيلا.